Merci X. أقوى دولة في تقريب السماء للأرض. صحيح اللي روسيا هي أول بلاد في العالم اللي بعثت إنسان للفضاء، وصحيح زادة اللي أمريكا هي أول بلاد في العالم اللي بعثت إنسان للقمر، وصحيح زادة اللي أوروبا واليابان والصين والدول العظمى الكل عندهم ما يقولوا في حكاية الفضاء والقمر والنجوم والسماوات. أما تقعد تونس بدون حتى منازع أقوى دولة في العالم في ميدان غزو الفضاء، أو بالأحرى في ميدان تقريب السماء للأرض، وذلك بفضل لباقة وفصاحة شعبها اللي ما يخلي حتى فرصة تفوتوا من غير ما يهبط السماء على الأرض ويخليها في متناول كل شرائح المجتمع، بصغاره وكباره، شبابه شيابه بنساه ورجاله. هذا مكسب من مكاسب مجتمعنا المدني، وإن دل على شيء فهو يدل على تطور الحس العلمي، وبالأخص علوم الفضاء والفلك عند شعب تونسي. والشيء الآخر اللي تنشرح له الصدور هو أنه الأسبقية الكبيرة اللي عندنا في ميدان تهبيط السماوات على الأرض بالنسبة للمجتمعات المتخلفة في هذا الميدان ماشي وتكبر، حيث أن الوعي الفضائي والفلكي أصبح موجود بصفة كبيرة عند الناشئة اللي هما بالطبيعة باش ياخذوا علينا المشعل نهار آخر، وبالطبيعة فما برشا دول شقيقة وصديقة غايرين من نجاحاتنا ونحبوا ينسوا على منوالنا. وما نخبيش عليكم زادة اللي فما برشا علماء فلك وباحثين في الفضاء من تلك الدول موجودين اليوم في القاعة. نجم نقول حاجة بارك لضيوفنا الكرام اللي جاوا اليوم لتونس وللمحاضرة اللي قاعد نلقي فيها، أنه قبل ما نمشي مع بعضنا للمخابر المتطورة بتاع بلادنا ننصحكم يا ضيوفنا الكرام باش تعملوا جولة في وسط المدينة، وخاصة في أوقات الاكتظاظ مع تعطل حركة المرور، حيث وقتها نجموا تتأكدوا من صحة كلامي وتفهموا عبقرية الشعب التونسي اللي عنده سرعة كبيرة ياسر باش ما نقولوش خيالية في تقريب السماوات للأرض بكل أنواعها ومذاهبها وأديانها وأربابها وأحيانا أربابها. وبالطبيعة بعد ما تاخذوا بعض العينات من المعجزة التونسية العلمية نجم وقتها نهزكم للمخبر الكبير اللي صار فيه الكثير من المعجزات العلمية وتحطمت فيه الكثير من الأرقام القياسية في تقريب السماوات للأرض، ألا وهو ملعب كرة القدم.
واللي تلموا فيه كل نهار حد أبرز وأشهر علماء الفضاء والفلك في تونس. يظهر لي ما ندير لكم شيء كيف نقول لكم اللي الأسبوع فات الحكومة الأمريكية قررت، وذلك في إطار تعديل سياستها الفضائية، باش تسمي النازا فيراج النازا، وباش تسمي كاب كنافيرال رب كنافيرال.